السلام عليكم. أنا من حوالي أسبوعين بس اكتشفت أكبر صدمة ممكن أي ست تتعرض لها. صدمة بتخلع قلبها من مكانه وتلاقي نفسها مش فاهمة الدنيا بتتحرك ازاي من حواليها. اكتشفت ان جوزي اللي كنت بحبه وحطاه فوق دماغي متجوز عليا من 9 شهور، ومن وراي ومن غير ما اعرف، وانا اخر من يعلم. جوزي بيشتغل مهندس واحنا قاعدين في السعودية، وعمري ما شكيت فيه لحظة. كنت دايما اقول لنفسي ده راجل عاقل ومحترم ومش ممكن يعمل اي حاجة تجرحني، لحد ما اليوم اللي حياتي اتشقلبت فيه فجأة لقيت مكالمة من رقم غريب. واحدة بتقولي انا اخت مراته. انا افتكرت انها بتتريق ولا متلخبطة في حد يعني، او اتصلت برقم غلط. قالت لي بكل ثقة ان هي جوزت اختها من جوزي، وان هو سابها فجأة من غير اي سبب، وانهم مش فاهمين هو اختفى ليه. انا كنت واقفة ساكتة في مكاني مش عارفة ارد ولا اتنفس. وبعد ما قفلت المكالمة لقيت الواتساب بيجيلي عليه صور قسيمة جواز وقسيمة طلاق وتذاكر سفر. تذاكر السفر اللي كان بيحجزها لنفسه لما كان يقولي ان هو نازل مصر لشغل مهم. طبعا رحت عملت لها بلوك فورا، بس ده ما منعش النار اللي ولعت في قلبي. فضلت قاعدة في الأوضة لوحدي ببص للسقف ومش مستوعبة ازاي وامتى قدر يعمل كل ده. ازاي كان بيبصلي في عيني ويلمس ايدي ويضحك قدامي وهو عامل المصايب دي كلها من ورايا. لا ومش بس كده، ده المصيبة كمان ان اهله كمان عارفين. هي قالت لي كده، قالت لي اهله كلهم كانوا عارفين. ازاي كلهم كانوا قاعدين بياكلوا معايا عيش وملح وكلهم كانوا بيخدعوني كده؟ المهم كلمت واحد صاحبه قريب منه جدا، قال لي ايوه هو فعلا كان متجوز، بس بصراحة ندمان جدا وما كانش مرتاح، وهو بيحبك انتي. ده حب ازاي يعني؟ ازاي كان بيمثل عليا الفترة دي كلها؟ هو اللي بيحب حد يقتله كده، يوجعه كده ويكسره كده؟ انا مش فاهمة ازاي. بس انا ما فرحتش على فكرة ان هو طلقها، بالعكس كل حاجة بقت جوايا بتوجعني. بفتكر دلوقتي كل مرة قال لي فيها ان هو نازل مصر شغل ويتأخر بالاسبوع والاتنين، وانا قاعدة لوحدي في الغربة عمالة بعيط طول الليل من الوحدة، وهو كان بيغفلني وكان قاعد معاها. انا كنت حاسه بحاجه غلط بس بقول لا، ده جوزي مستحيل يعمل اي حاجه توجعني. بفتكر المكالمات اللي كان بياخدها بالليل وينزل كده من غير سبب بحجه ان هو بيكلم صحابه او اهله، وانا مغفلها وكنت بصدق. بفتكر لما كنت ادخل عليهم الاقي اهله ساكتين فجاه، وحماتي تبص لهم النظره اللي معناها اسكتوا بقى. الاشارات دي كانت قدامي وانا كنت بهرب من الحقيقه، وكنت بقول لا يا بت مفيش حاجه انت بيتهيألك. دلوقتي عندي منه اولاد وقلبي مولع نار. هو نزل مصر من اسبوعين برضو، قال لي عشان خاطر شغل. انا مش عارفه اعمل ايه لما يرجع، انا مش قادره ابص في وشه. انا منهاره جدا ومش عايزه اهلي يعرفوا، عشان لو عرفوا هيزعلوا جدا لان هما كانوا بيحبوه قوي شايفينه ان هو شخص ملاك. ومفيش غير اختي الكبيره بس هي اللي تعرف، وكل شويه تقولي ما تخربيش بيتك، الناس كلها بتغلط وكملي. بس انا مش قادره اعيش وانا حاسه ان انا تعبانه وموجوع من جوه وقلبي مكسور ومش قادره اكتم في قلبي. انا بموت من جوه ومحدش حاسس بيا ومش عارفه اعمل ايه، اواجهه واقول له ولا افضل ساكته ولا اعمل ايه بالظبط؟ انا جايه بحكي لكم مشكلتي علشان احس ان انا مش لوحدي، اعتبروني اختكم وقولوا لي اعمل ايه واتصرف ازاي معاه. قبل اي حاجة خدي وقتك انك تهدي وتفكري من غير اي غضب، لان قرار زي ده هيغير حياتك كلها وحياة ولادك كمان. لازم تقعدي مع جوزك مواجهة كده واضحة وصريحة من غير عصبية، وتطلعي كل اللي جواكي وتسأليه عن كل حاجة حصلت وليه عمل كده وايه السبب اللي خلاه راح يتجوز عليكي. بعد المواجهة كده شوفي هو صادق في ندمه ولا لأ، وهل مستعد يصلح اللي بوظه ولا مجرد كلام بيتقال وخلاص. لو حسيتي انك تقدري تكملي ومحتاجة وقت كده مع نفسك علشان تطلعي من اللي انت فيه وتتعافي، خلاص مفيش مشكلة، ممكن تروحي لحد متخصص يساعدك. ولو حسيتي انك مش قادرة تعيشي معاه بعد الخيانة، يبقى خدي قرارك بشجاعة. الأهم انك ما تكتميش وجعك وما تعمليش حاجة غصب عنك. وكمان لازم تحافظي على نفسيتك ونفسية ولادك. وارد جدا ان هو راح يتجوز عليكي لان في حاجة ناقصاه مش لاقيها فيكي، بس ده مش مبرر طبعا. فانتوا ممكن تقعدوا تتكلموا مع بعض وتشوفوا ايه اللي ناقص في حياتكم وتكملوه. مستنيه اعرف رأيكم في التعليقات. وعايز اعرف هل فعلا الراجل من حقه ان هو يتجوز من غير ما يقول لمراته ومن غير اي سبب لمجرد الجواز وخلاص؟ مستنيه اعرف رأيكم في التعليقات، وان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة ومشكلة جديدة. سلام عليكم.